جبنا لكم هنعمل لكم رز معمر. ايه بقى المكونات؟ سكر ولبن وزبده ورز. هنعمل ايه؟ متنسوش بعدك تحط لايك وشير وسبسكرايب. احنا قناه يوميات عائلة عبد الحميد وبلاد ونصوب. وهنحط البيكنج باودر، فانيليا، الفانيليا قصدي، معلش. ونقعد بقى نقلبها على حسب اللي انت عايزاه. عايزه السكر يدوب عشان يبقى مسكر قوي عادي، مفيش مشكله. وبعدين هنحط لكم اللبن. يلا بسم الله. وبعدين هنحط الفانيليا. ثاني. نفتح عادي. وهي بقى تسيح في الفرن. وبصوا مش عيب ان انتوا تساعدوا مامتكم في البيت. دي حاجه بالعكس، يعني كل خطوه هتمشوها هتاخدوا عليها حسن، واسمعوا كلام ابهاتكم كمان، عشان كده هما هيزعلوا منكم ومش هيكلموكم كتاني. ونقول بقى مع السلامه. وهنوزع بقى بعد ما حطينا الزبدة، هنوزعها. وهنبدأ بقى نوزع الرز بعد ما حطينا اللبن ودوت. وما تنسوش بقى ان انتوا تشيلوا اللبن اللي على الحواف عشان هيتحرق منكم كده. وهنبدأ بقى نوزعه بسم الله. وبعد كده بقى هنجيب الزبدة نحطها. بقى يسيح في الفرن. وما تنسوش بقى ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وهنوريكم بقى وهنوريكم بعد ما استوى. يلا. فهو الزبدة بدأت تسيح، فلما يستوي هوريكم شكله. يلا. شاف الفران والسمنه مسدسه. اللهم صل على دلوقتي هنفصل بقى دلوقتي من بتاع البوتاجاز من تحت، وهنشغل الشوايه. نشوف وشه بقى يتحمر كده، وانا بحاجه حلوه زي العسل. يا جماعه اشتركوا لنا في القناه وفعلوا الجرس عشان نعمل لكم كل يوم فيديو بقى ان شاء الله، ونبدا بقى نكبر القناه بيكم باذن الله.